السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا هذا الطبق ديال السردين في الفرن. كيجي بحال مشوي، كيجي واحد الطبق اللي زوين. بقاو معايا اخر فيديو شوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي في الخضر 2 ديال البطاطا كبار، 3 ديال الخيزو والفلفله ومطيشه. عندي مطيشه محكوكه والحوت كيلو كنقيو كنحيدوا ليه السلسول من الداخل. عندي واحد بصله وثلاثه الفصوص ديال الثوم ولا 4، وعندي القزبر ومعدنوس وواحد حامضه. غادي نوجدوا الشرموله ديال الحوت. غادي نحك فيها هكا بصله وجوج فصوص ديال الثوم. غادي نوجدوا 2 ديال الشرمولات، وحده ديال الحوت وحده ديال الخضر. عندي هنا 2 فصوص ديال الثوم وربيع المعدنوس مقطعين هكا معلقه كبيره تقريبا ولا معلقه ونص، ونص حامضه، عصير ديال نص حامضه. من بعد غادي نزول هذوك العظومه اللي طاحوا صافي، وغادي نضيف التوابل. عندي معلقه صغيره ديال الملحه كيبقى على حساب الذوق. عندي معلقه صغيره ديال الزنجبيل تكونش عامره، وعندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ومعلقه صغيره ديال التحميره. كتبقى الحار او السودانيه كتبقى على حساب الذوق. والكمون انا متواجدش عندي حتى هو ضيفو. صافي غادي نخلط هذيك الشرموله ديالنا وغادي ندخلوها هكا في الحوت بحال هكا. غادي نلبسوها مزيان الحوت. هي ديروا كميه من لا باس بها. انا هاد الكميه قداتني في كيلو ديال السردين. صافي كنحط في قمنه هكا وحده وكندهنوها من الفوق ومن التحت باش كيجي معنا ديك كتجينا محمره. وغادي نبقى هكا حتى غادي نكمل الكميه كامله. راه كندير الكميه لا باس بها وقداتني، ضروري دوزو على الوجه ديالها. صافي بعد ما كملت الكميه كامله غادي ندوزو نوجدو الشرموله ديال الخضر. عندي هنايا مطيشه محكوكه وغادي نضيف ليها الثومه 2 فصوص ديال الثوم، وغادي نضيف توابل والربيع المعدنوس هكا معلقه كبيره عامره ولا معلقه ونص. راه كتجي واحد الصوص اللي كتجي زوينه، كتجي ديك الخضره كتجينا معلكه والصوص كتجي خاطره. وعندي نص ديال الحامضه حتى هي كنعصروها. الزيت عندي 4 كاس ديال الزيت كيف راكم ديروا زيت الزيتون. وغادي نضيف عبرت بهاد المعلقه هكا 2 معالق كبار حتى 3. عندي معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود والابزار، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، معلقه صغيره ديال التحميره، والملح كيبقى على حساب الذوق. صافي غادي نخلط هذيك الشرموله ديالنا وغادي ناخذ واحد المول اللي غنديروا فيه الخضره والحوت اللي غندخلوه للفران. وصراحه انا استعملت هذا ديال الزاج، من الاحسن الا كان عندكم ديال الفران هكا يكون احسن، هذا كيشد شويه الطياب. صافي غادي ندير خيزو الاول، غادي نقطعو دوائر وغادي ندير فوق منه بطاطا حتى هي نقطع دوائر. والفلفله ومطيشه حتى هي دوائر هكا نقطعهم شويه رقاق باش دغيا يطيب معانا. صافي غادي نجيب داك الحوت ديالي غادي نديرو من الفوق. غادي عفوا غندير الشرموله هي الاولى راه كتجي خاطره. انا ما كنديرش نقطه الماء، ما كنديرهاش. صافي كتكون هكا الفران كتدخلوه على نار متوسطه هكا ماشي مهيله، مهم شويه متوسطه والفوق باش كيطيب معاكم. صافي كنوزع هذيك الشرموله ديالي. هي ديك الخضره كتطلق الماء راسها، هي متجهدوش عليه بزاف. صافي غادي نستف هذاك الحوت
وغادي ضروري شي غطاء من الفوق لهداك الاناء اللي درتو فيه، شي غطاء هكا من الفوق، صينيه ولا شي حاجه باش كيترجع ليها داك الصهد وكيطيب وكيطلق معنا داك الماء. صافي بعد ما كطيب الصحه والراحه راهي كتجي كتشهي. جربوها وما تنساوش ديروا لنا لايك وديروا متابعه الا مازال ما درتوها باش يوصلكم كل جديد.